chip that goes in here Yes. that has something like 800,000 neurons on it, right? Correct. Biological cells. Biological cells that are doing well, not AI, but Some human intelligence that it's on a chip. البايو كومبيوتنج او الكمبيوترات الحيويه او الحيه. انا مش قصدي هنا حيه يعني شغاله، لا، انا قصدي حيه يعني عايشه. عايشه معناها انها كائن حي عايش. سنه 2024 جالك سام التمان اللي هو المدير التنفيذي لشركه اوبن اي اي، فضل يصوت قال الحقوني شات جي بي تي بيستهلك طاقه كبيره قوي، فقام رايح وعمل تصريح بانه عايز يعمل مفاعل نووي لوحده للشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي اللي هو بيعمله. لكن حتى لو جابوا مفاعل نووي او حتى طاقه اكتر من المفاعل النووي، هل دي طريقه كويسه بانهم يعملوا ذكاء اصطناعي يستهلك الكميه دي من الموارد، بحيث انهم كده بيستنفذوا الموارد الموجوده على الارض غير كميه كروت الشاشه اللي بتستهلك؟ فجات لك شركه اسمها كورتيكال لابس اتاسست في 2019 في استراليا، وكان الغرض منها انها تستبدل حاجه للكمبيوترات العاديه وانها تخليها كمبيوترات حيويه او حيه، بانها تستخدم الخلايا العصبيه اللي عند البشر. طب ازاي الكلام ده حصل؟ ازاي تخلي خلايا عصبيه حيه او عايشه اللي هي الكائنات الحيه الصغيره الدقيقه دي تشتغل بدل الكمبيوتر؟ اول حاجه لازم تعرفها ان ازاي الكمبيوترات بتاعنا بتشتغل. الكمبيوترات بتاعتنا بتتكون من حاجه اسمها الترانزستور. الترانزستور ده عباره عن ايه؟ انت دلوقتي لو معاك مفتاح كهربائي، يعني مثلا اكن ديت ايه، ادي المفتاح اهو الكهربائي، المفتاح ده مقفول معمول عليه اوف. المفتاح بقى ديت لو دخلت عليه شويه كهرباء هيتحول، بدل ما هو كان اوف اللي هو مغلق هيتحول ليه اون والكهرباء تعدي عادي. طب ايه الفايده من كده؟ يعني ايه مفتاح يبقى مغلق مفتوح؟ دلوقتي المعالجات اللي هي السي بي يو اللي عندك في الجهاز اللي هي كور اي 9 وانتل او اي ام دي او غيرها بتتكون من الترانزستورز اللي انا قلت لك عليه، لكن مش واحد ولا اتنين، لا، بتتكون من مليارات الترانزستورز. يعني مثلا هتلاقي هنا ترانزستور وجنبيه ترانزستور وجنبيه ترانزستور لحد بقى لما توصل المليار. اكيد طبعا مش عارف اعملها على الكمبيوتر هنا. الترانزستور دي بقى بتتجمع بهندسه معينه في بوابات الكترونيه معينه وتعمل لك العمليات الحسابيه اللي انت بتشوفها، سواء بقى ايه عمليات حسابيه بهندسه معينه بحيث تظهر لك اللعبه اللي انت بتشوفها، الفيديو اللي انت بتشوفه، البرنامج اللي انت بتشغله. الحال ده بقى هو ده اللي احنا ماشيين عليه لحد دلوقتي. لكن في مشكله كبيره حصلت او بتحصل، ان الترانزستورز انه عشان الجهاز بتاعك يكون اقوى واكفأ لازم عدد الترانزستورز يزيد، لكن عشان نزود عدد الترانزستورز لازم نقلل حجمه. ودلوقتي زي ما انت شايف ديت اصغر ترانزستورز موجود. احنا حكام الترانزستورز اللي احنا عاملينها دلوقتي قريبه من حجم الذره، انت متخيل؟ فاحنا عشان نصغر اكتر من كده يعتبر شبه مستحيل. يعني انت لازم بقى قوانين فيزياء جديده ولا حاجه. هنا بقى جات لك دور شركه كورتيكال لابس. الشركه دي بقى عملت ايه؟ الشركه دي جابت لك 800 الف خليه عصبيه وحطيتها على شريحه من السيليكون. الخلايا العصبيه ديت ازاي بتشتغل؟ الخلايا العصبيه مكونه من اول حاجه جسم الخليه اللي هو بيبقى فيه جواه النواه الخليه. زي ما قلت لك الخليه ديت عباره عن كائن حي، لكن كائن حي دقيق. الكائنات الحيه دي بقى او الخلايا العصبيه الموجوده دي اللي بيحصل لها بتاخد الاشارات الكهربائيه سواء بقى من عينك من سمعك او اي حاجه من الحواس بتاعتك. الاشارات الكهربائيه ديت بتخش في الخليه من الافرع اللي انت شايفها ديت. الافرع ديت بتستقبل الاشارات الكهربائيه زي ما قلت لك جايه من حواسك وتقوم معدياها في المحور العصبي اللي هو ديت ومودياها الناحيه التانية للجذور. الجذور دي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل نفس اللفه دي برضه. يعني الجذور ديت هتروح لخليه عصبيه تانية ترتبط بيه تقوم مودياها للافرع. الافرع دي تحطها تعديها من المحور العصبي، المحور العصبي يوديها للجذور، الجذور توديها للافرع وهكذا. طب ايه بقى لازمه اللفه دي كلها؟ احنا استفدنا ايه دلوقتي؟ في الخلايا العصبيه بيبقى في مستوى معيار محدد اسمه جهد العتبه. الجهد ديت بيتاكد هل الاشاره اللي جايه قويه بشكل انها تروح للخليه اللي بعدها ولا تفضل في الخليه دي بس. نفترض مثلا ان الاشارات اللي جايه من بره 5 وجهد العتبه محتاج 3، فالاشارات دي تعدي وتروح للخليه اللي بعديها. لكن لو الاشارات اللي جايه 5 والجهد متطلب 10 يبقى الاشاره مش هتعدي. طب احنا استفدنا بايه دلوقتي احنا مخ الانسان بيشتغل ازاي؟ الاشارات اللي بتيجي من عينك او من حواسك الخلايا العصبيه بتاخدها. شوف بقى هل كام خليه عصبيه اخذت الاشارات دي؟ نقول مثلا مليون. المليون دولت فين بالظبط؟ مثلا ناحيه السمع
من ناحية العين، من ناحية اللمس، من أي ناحية معينة. الخلايا العصبية دي بتتجمع، بتشوف مكانها فين، عددها كام، وفي الآخر يتكون لك صورة في مخك، مثلا صورة قطة، صورة كلب، صورة فيل ماشي في الشارع. ازاي مش عارف، خلي بالك ممكن تلاقي فيل ماشي في الشارع لكن في الهند أو في البلاد اللي هي آسيوية. فقام شركة كورتيكال لابس جابت 800 ألف خلية عصبية زي ما قلت لك، وحطيتها على شريحة من السيليكون. ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ الخلايا العصبية بتكون صورة معينة، الصورة اللي هتكونها ديت او التفكير اللي عملته بتبعت الاشارات اللي جاية منها تتنقل على شريحة السيليكون. شريحة السيليكون بيبقى فيه عندها مستقطبات او مستقبلات للاشارات دي. الاشارات ديت شريحة السيليكون بتاخدها توديها تظهرها لك، سواء على شاشة على اي حاجة. فمن الشركة مدربة الخلايا ديت علشان تلعب لعبة بونج اللي انت شايفها دي. اكيد طبعا كلكم تعرفوا لعبة بونج. لعبة بونج اللي هي واحد بيتنافس ضد واحد بحيث ان الكرة ما تفلتش منه تخبط في البلاط. فقاموا مدين الخلايا العصبية مكان الكرة رايح فين، ومخلينها تحرك البلاطة على حسب مكان الكرة. طب ازاي خلوها تعمل حاجة شبه كده وهي حاجة جديدة عليها؟ دلوقتي عشان نعلم الخلايا العصبية العلماء عملوا حركة ذكية جدا. الخلايا العصبية زي ما قلت لك عبارة عن كائن حي، لكن مش كائن حي مستقل، كائن حي دقيق. فقاموا مخلين الخلايا العصبية ديت تاخد قرار معين. لو القرار ده غلط يقول لك كخ كده خلية عصبية، اللي انت عملتيه ده غلط. طب الكخ دي بالنسبة للخلية العصبية ايه؟ يعني مثلا عيل صغير بتضربه على ايده، لكن الخلية العصبية هتضرب على ايدها ازاي؟ بيقوموا جايبين شحنة كهربائية الخلية العصبية مش متعودة عليها، اكنه ايه كدرس بتتعلمه. لما بقى الخلية العصبية تعمل قرار الصح بيدوها الموجات الكهربائية او الاشارات الكهربائية اللي هي عايزاها، وبكده تكون اتعلمت ازاي تلعب بونج. تعرفوا بقى ان الخلايا العصبية ديت قعدت 5 دقايق بس تتعلم اللعبة ديت، ان اللي صاحبك اصلا بتقعد طول اليوم هتعلمها له ومش عارفها. حتى شات جي بي تي اللي بيقعد ساعات، للموديلات القديمة طبعا بيقعد ساعات او حتى ايام علشان يدربوه يلعب اللعبة دي. ومن المثل برضو ان مخ الانسان او الخلايا العصبية الموجودة بتشتغل ب 20 واط بس من الكهرباء، يعني في حدود شبه استهلاك اللمبة دي او 3 لمض من دي عشان نكون ادق طبعا. اما شات جي بي تي مثلا او غيره من موديلات الذكاء الاصطناعي بيستهلك اكتر من 40 ميجا وات. انت متخيل 40 ميجا وات يعني ايه؟ 40 مليون، رقم مهول كفيل بانه يشغل مدينة كاملة من احتياجها من الكهرباء. طبعا مش مدينة كاملة اللي هي شبه نيويورك سيتي او حتى القاهرة عندنا، لا مدينة اللي هي على قد حالها طبعا، صغيرة، مش عدد سكانها كبير، ممكن 1000 بيت ولا حاجة. لكن مع ان الخلايا العصبية ديت حلوة قوي وكده، لكن فيها مشاكل بتواجه العلماء. اولا المشاكل مرضية، ممكن الخلايا العصبية ديت تمرض، شبه يجي لها مثلا امراض شبه الزهايمر او الخرف اللي بتصيب المخ، شفانا الله طبعا. ده غير كمان انها زي ما قلت لك كائنات حية، فممكن تموت من العلماء. فدلوقتي شركة كورتيكال لابس بتحاول انها تعالج الموضوع ده، تحاول انها تمنع الامراض دي انها تسيب الخلايا، وكمان تحاول انها تخلي الخلايا دي تعيش باطول عمر ممكن. ده غير طبعا ان في مشاكل اخلاقية بتواجه الشركة بانها ممكن اصلا الخلايا دي يحصل لها وعي، وده لان الخلايا العصبية عبارة عن كائنات حية زي ما قلت لك، فهي بتتجمع مع بعض. ممكن تجمعاتها الكتير ديت او الشبكات اللي هي بتعملها ممكن تعي باللي حواليها. ده غير طبعا ما نعرفش هل الخلايا ديت بتشعر بالالم لما نيجي نديلها كهرباء هي مش عايزاها، ولا اللي بيحصل لها بالظبط. دي اجابات الشركه عايزه تعرفها، وديت التحديات اللي بتواجهها دلوقتي. عملت جهاز كمبيوتر كامل يعتبر حي بسبب انه بيشتغل على خلايا حيه، لكن المفاجاه انه ب 30,000 دولار. فانت لو مستغني عن كليتيك الاثنين لو معكش 30,000 ممكن تأجر كمبيوتر من اللي عندهم. عاملين دلوقتي هم كلاود كومبيوتنج للحاجه ديت. ان الذكاء الاصطناعي وعالم الكمبيوتر عالم واسع جدا، في حاجات بتتغير. يعني احنا ما كناش نعرف اللي احنا ممكن نوصل للكمبيوتر الحوسبه اللي عندك دلوقتي، او حتى التليفون اللي انت ماسكه دلوقتي. احنا بنتكلم عن كمبيوترات حيه وكمبيوترات حيويه، كمان في كمبيوترات كميه احنا ما اتكلمناش عن كمبيوترات الكميه ديت، عالم وقصه تانية خالص. بالمناسبه احنا الكمبيوترات الحيويه ديت ممكن تخلينا نوصل للاي جي اي او الذكاء الاصطناعي العام اللي هو بيحاكي ذكاء البشر، لان حرفيا الخلايا ديت حيه ممكن تتكيف مع البيئه اللي حواليه. تخيل معايا انها تجيب كمبيوتر حيوي او حي بيتكيف مع البيئه اللي حواليه، وتجيب كمبيوتر تاني كمي اللي هو بيعمل مليار عمليه حسابيه في كام ثانيه معدوده، وتدمجهم هما الاثنين مع بعض فيطلع لك جهاز كمبيوتر بيتكيف مع البيئه، بيفهم الكائنات الحيه اللي حواليه، وبيقدر يعمل العمليات الحسابيه تصل لمليارات وتريليونات العمليات الحسابيه يخلصها لك في ثواني معدوده. فده يفتح افاق لحاجات تانية احنا ما كناش دارين عنها، ممكن الموضوع اصلا يخرج عن السيطره. وكمان الكمبيوترات الحيويه ممكن تخلينا نفهم المخ بتاعنا بشكل اعمق، بحيث احنا بنشتغل على خلايا عصبيه وديت المكونات الاساسيه للمخ عندنا، وممكن نخلينا نعالج امراض كتيره شبه الخرف وغيره اللي هو بيصيب عدد كبير من البشر حاليا. وبس، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.